تفتكروا ايه المبهر في جملة ست بمية راجل؟ فيرجينيا وولف قالت في غرفة تخص المرء وحده أو A Rooms of One's Own إن الست عشان تحقق ذاتها وتتحرر محتاجين حاجتين بالظبط: فلوس وأوضة تقفلها على نفسها. يعني استقلالية مادية وإن هي تتحرر من الأدوار الاجتماعية اللي المجتمع فرضها عليها. المجتمع بتاعنا أخذ النصيحة دي بس طبقها بطريقة مشوهة جدا. طلعنا جيل كامل من الستات الشاطرة الناجحة اللي بتصرف على نفسها، اللي اتعلمت ما تطلبش مساعدة من حد، والشعار التاريخي بتاعها ست بمية راجل. بس خليني أسألك السؤال اللي مفيش ست قوية ولابسة القناع القوة ده بتقوله قدام الناس: هو ليه كل ما تبقي أقوى ومستقلة أكتر وكل ما إحساسك بالوحدة بيزيد؟ وليه بعد ما عملتي كل حاجة صح بقيتي الست المثقفة الناجحة اللي معاها فلوسها بقيتي بتنامي بالليل تعبانة ومستنزفة وحاسة ان مفيش حد يساعدك ومفيش حد جنبك ومفيش حد شايلك؟ النهاردة بمنتهى الهدوء كده انا حابة اقول الحقيقة بتاعت شعار انا ست بمية راجل دي. هي مش علامة قوة، وده في علم النفس اسمه hyper independence، يعني الاستقلالية المفرطة. وده مش طبع فيكي، دي عبارة عن صدمة نفسية معاها شوية آلية دفاع. انتي ما بتعتمديش على حد مش عشان انتي خارقة، انتي ما بتعتمديش على حد لانك اتقرصتي زمان ما بقيتيش بتثقي ان حد ممكن يسندك وما يخذلكيش. يا مساء الخير في بودكاست لاكي مع نور. جهزي قهوتك ويلا نشيل القناع ده سوا مع بعض النهاردة. السينما والأغاني والسوشيال ميديا بقالهم سنين بيبيعوا للستات وهم المرأة الحديدية، الست اللي بتشتغل 12 ساعة، بتربي الولاد، بتصلح سباكة البيت، لو عربيتها عطلت فبتغير العجلة بنفسها، ما بتطلبش مساعدة من حد وبتضحك في الصور. احنا سقفنا للنموذج ده لحد ما تعبنا. في علم النفس لما الست بترفض تماما تطلب مساعدة، ولما فكرة انها تبان ضعيفة او محتاجة شريك تسبب لها رعب عاطفي، ده بيبقى قناع لحماية هشاشة داخلية. انتي غالبا في طفولتك وفي سنين مراهقتك او حتى في علاقتك الاولى اتعلمتي درس قاسي قوي. الدرس اللي هو كان بيقول لو ما عملتيش حاجة بنفسك محدش هيعملها لك، ولو انتي اتسندتي على حد هيقع بيكي. فالدماغ البشري الذكية دي بقت بتعمل آلية دفاع، آلية دفاع عشان تتجنب الخذلان. بيعمل سويتش اوف، بيقفل غريزة الاحتياج دي. فتبدأي تشوفي ان طلب المساعدة ضعف، وان الست اللي بتدلع او بتعتمد على راجل دي ست مسكينة ومستسلمة. والحقيقة انك بنيتي سجن من القوة وقفلت على نفسك جواه. المشكلة بقى إن النتيجة المباشرة للسجن ده إنك بتجذبي لحياتك نوع محدد جدا من الرجالة: الراجل الاتكالي، الطفل الكبير اللي هيدخل حياتك مش عشان يشيلك، ده هيدخل عشان يترمي في حضنك وتصرفي عليه وتشيلي المسؤولية. ما انتي ست بمية راجل بقى. دايما بنسمع الشكوى التقليدية: الرجالة بتخاف من الست الناجحة القوية. خلونا نحلل الجملة دي بنظرة واقعية وساخرة شوية بصراحة. هو الراجل السوي مش بيخاف من نجاحك، الراجل بيخاف من الاستغناء الجاف. يعني الاستغناء الجاف ده لما يدخل حياة ست ويلاقيها بتصدر له طول الوقت رسالة مبطنة، ان هي مش محتاجاه، ان وجوده زي غيابه، ان هي بتعرف تعمل كل حاجة لوحدها. هنا غريزته كراجل بتموت، اللي هو طب انت محتاجاني ليه؟ انا موجود ليه؟ الراجل يعني للأسف يعني محتاج يحس ان هو مطلوب وله دور. باحس إن كلنا محتاجين نحس إن إحنا لينا دور، أو إن إحنا فارقين مع حد، إن وجودنا بيفرق، وإن غيابنا برضه بيفرق. هو مش سوبر ماركت بتشتري منه بالفلوس ولا ديكور في البيت. والأخطر من كده إن القوة دي بتخوفك انت شخصيا. انت بقيتي بتخافي تقعدي من غير شغل عشان ما تبقيش تحت رحمة حد، وبتخافي تعيطي قدام البارتنر بتاعك عشان ما يشوفش نقطة ضعفك وبعد كده يستغلها ضدك ويلوي دراعك بيها. وبتخافي تقولي انا تعبانه ومش قادره لانك عودتي الكل انك دايما سداده وبتستحملي. فالمشكله بقى هنا هو ازاي نكسر حاجه زي كده اتربينا عليها او احنا ربيناها في نفسنا وبقالنا سنين عايشين فيها. ازاي نرجع حته الطاقه الانوثيه او الانوثه اللي احنا رميناها او حطيناها على جنب.
خلينا نقول كده ان احد الطرق اللي ممكن نستخدمها هي ان احنا نفصل بين الاستقلال المادي والاستغناء العاطفي. يعني ان يكون عندك فلوسك وغرفتك الخاصة زي ما قالت فيرجينيا وولف، ده امان ولازم وضمان جدا. بس الامان المادي مش معناه ان انت تقفلي قلبك وتتعلمي ان انت تبطلي تطلبي، لا، انت محتاجة تتعلمي ترجعي تطلبي، ولما تعوزي مساعدة تطلبي المساعدة دي وتطلبيها بوضوح ومن غير ما تحسي ان انت خجلانه جدا من ان انت تطلبي ان حد يقف جنبك، وان انت لو انت طلبتي يبقى انت كده قللتي الحيله خالص. ده في حد ذاته قمة النضج النفسي اللي بيقول أنا ببساطة شديدة a human being، أنا بشر مش آلة، قد أتعب وقد أحتاج مساعدة عادي جدا. ممكن كمان محتاجة ان انتي تسمحي لنفسك بمساحات آمنة. يعني مش لازم تنهاري قدام العالم كله، بس لازم يكون في عندك شخص ولو واحد على الأقل في الكون، صاحبة جدعة، ثيرابيست أو بارتنر بس يبقى سوي، تقدري ان انتي تقعدي قدامي وتقعدي تعيطي وتبيني ضعفك ده، لان احنا human beings مش المفروض فعلا نبقى آلة. من غير ما تفكري في شكلك ومن غير ما تفكري في رد فعل اللي قدامك ومن غير ما تحتاجي تبرري اي حاجة انت بتعمليها. وممكن كمان محتاجين ان انت تفلتري دايرتك شوية، يعني اعتزلي دور المنقذ ده. بما انك بقى مستقلة، فالناس اللا مسؤولية ان هم مش بيحبوا يشيلوا المسؤولية هيزقوها عليكي، فانت هتلزق فيكي زي الماجنت، زي المغناطيس كده. حطي حدود صريحة وصارمة جدا. لأ يعني لأ. no means no. لو قلتي لأ مش معناها لأ بشرطة لأ بس ممكن اغير رأيي. no. خليكي كده ان انت to remain steadfast، وان انت تقولي لما تقولي لأ يبقى انت قصده لأ، ورجعي لكل واحد شيلته عشان كتافك انت ترتاح. في النهاية عايزة أقولك إن being feminine أو الأنوثة في حد ذاتها مش ضعف، والاستقلالية مش معناها إن انتي تشيلي جبل لوحدك، والقوة الحقيقية هي إنك تقدري تستغني عن اللي بيأذيكي، بس في نفس الوقت يكون عندك الشجاعة إن انتي تستندي على حد بيحبك بجد. ما تخليش خوفك القديم من الخذلان يحرمك من إنك تعيشي مطمنة. وقولي لي في التعليقات كده كم مرة اتقالك انتي ست ب100 راجل وحسيتي ان الجملة دي حمل تقيل على قلبك مش مدح في حد ذاته. انا نور، وده كان بودكاست لاكي، وده كان كلامنا العقلاني النهاردة في برر سكريبت. وما تنسيش تعملي سبسكرايب عشان نعرف نتكلم اكتر مع بعض.